لو فاكر ان الفرونت اند سهل يبقى انت مش فاهم اي حاجه. خليني اقول لك حاجه يمكن تضايق ناس كتير بس لازم اقولها. لو انت فاكر ان الفرونت اند شغل الوان وزراير ولي اوتس نقاشه يعني، يبقى انت عمرك ما اشتغلت فرونت بجد. خليني احطك في موقف واحد بس واحكم بنفسك. الموقع شغال والباك اند شغال والداتا بتيجي ومفيش ولا ايرور، بس المستخدم مش مكمل، مش عارف يبدأ منين، مش واثق في الويب سايت اللي هو بيتعامل معاه، حاسس ان في حاجة غلط، بس هو يا عيني مش عارف المشكلة فين. مين الغلطان؟ مش الباك، مش السيرفر، مش الداتا. الغلطان هنا هو الفرونت اند. وهنا بقى يظهر الفرق. الباك اند لو في مشكله بيصرخ لوجز وايرورز وكراشز، انما الفرونت بيفشل في هدوء، بيفشل من غير ما حد يلاحظ غير المستخدم اللي قرر يمشي وما يستخدمش الموقع بتاعك تاني. وده اللي محدش بيقوله. الفرونت اند شغل من غير اي مؤشرات، مفيش وارنينج يقولك ان الزرار ده مخيف، مفيش ايرور يقولك ان المستخدم تايه، مفيش ستاك تريس يقولك ان التجربه وحشه. انت مطالب تحس قبل ما تعرف. واللي يقول لك الفرونت اسهل من الباك خليه يجرب يجاوب على الاسئله دي. امتى اظهر لودنج وامتى اخفيه؟ امتى اجيب الداتا وامتى استنى؟ نص ثانيه زياده تخلي الموقع تقيل، ونص ثانيه اقل تخلي المستخدم يشك في الموقع. الباك اند بيتعامل مع منطق ثابت، ريكويست وريسبونس. الفرونت اند بيتعامل مع بشر، والبشر مش ثابتين. مفيش مشروع فرونت زي التاني، مفيش يوزر زي التاني، ومفيش سيشن زي التاني. نفس الكود على شبكة ضعيفة غير شبكة سريعة، على موبايل قديم غير على لابتوب. وانت مطلوب تخلي كل ده يحس انه طبيعي. وده مش ديكور ولا نقاشة، دي هندسة تجربة. وفي 2026 الذكاء الاصطناعي هيعمل يو اي حلوة وهيطلع ديزاين شيك ويكتب كومبوننتس، بس مش هيقولك ليه المستخدم خاف هنا، ليه قفل الصفحة هنا، ليه حس ان الموقع مش آمن. عشان كده الفرونت اند اصعب، مش لانه اعقد في الكود، اصعب لانه بيتعامل مع البشر. ولو انت فرونت اند وحاسس ان شغلك دايما مش واضح ومش متقدر، ده لان الفرونت اند الشاطر بيخلي الحاجة تبان سهلة رغم انها مش سهلة خالص. الفرونت اند مش شغل الوان ولا نقاشة زي ما بتقولوا. الفرونت اند مسؤولية. ولو لسه فاكر انه سهل يبقى انت بتتفرج من بعيد ولسه ما دخلتش اللعبة. اعمل فولو واكتب لي كومنت قول لي ايه اكتر حاجة الناس بتستهين بيها في الفرونت. وبس كده، انا عبد العظيم وجاي اغير طريقة تفكير المبرمجين.